معكم آخر أخبار نادي الزمالك والأهلي في 24 ساعة الأخيرة. قبل ما نبدأ الفيديو دوس على الاشتراك، دوس على زر اللايك عشان نبدأ بحماس إن شاء الله. أول خبر معانا داخل نادي الزمالك، نادي إبراهيم نداي ما حصلش على توقيع على التسوية. ممكن تلاقي عادي يصحى الصبح يقول أنا عايز فلوسي كلها. هو بنسبة كبيرة جدا تخطي 60%، يمكن 65%. إبراهيم نداي هيجدول مستحقاته على سنتين ونص، او من موسم ونصف لموسمين ونص، ده سنة ونص لسنتين ونص. ممكن اي وكيل اللي هم بتوع الاهلي يزقوا على الزمالك عشان مش هيجي دوري افريقيا. ما القضية دي لو اتحلت اعرف الناس ازاي يخش دوري افريقيا، عشان دي اكبر قضية اصلا في القضايا كلها، مليون 650 الف دولار او يورو. فان شاء الله ينفع الجدول، عشان ما ينفعش كده يا جدعان، ما ينفعش. الخبر اللي بعد كده، رسميا قضية اسكندرية الأوكراني اللي كانت متعصلجة مع نادي الزمالك إن شاء الله يترفع من على السيستم بعدها النهاردة بالليل بكرة. أو بعد بكرة يعني، لأ في إن شاء الله تتحل وتتشال. في كلام طلع إن رئيس شركة الكورة هو أيمن ممدوح عباس، والكلام ده غلط. أيمن ممدوح عباس بعيد عن رئاسة شركة الكورة. أيمن ممدوح عباس بعيد عن شركة الكورة. هو مش عايز يبقى في رئيس شركة الكورة، هو عايز يبقى رئيس نادي الزمالك عشان يكون ملك كل حاجة بقى كده. طب مين بقى اللي قريب؟ سميح ساويرس، يعني هو الأقرب بقوة إنه يكون في إدارة نادي الزمالك. مين هو سميح ساويرس. سميح ساويرس هيخش باستثمارات وبفلوس وكل حاجة يدعم نادي الزمالك، ويمكن كمان ممكن يدفع 3 مليار جنيه اللي هم على نادي الزمالك يدفعهم، ويدفع كمان للصفقات، ويضخ فلوس بقوة في خزينة نادي الزمالك وشركة الكورة، ويحل كل الأزمات. بس إن شاء الله يكون بالنسبة لنا عايز سماح صبيرس، متعرفش نيته. ممكن يكون نيته انتماء أهلاوي، مش عايز الزمالك ينجح، ما نعرفش. وكمان الكابتن أيمن يونس بيكتب بعض البنود بسبب بس الرجالة هنا، بسبب الخبرات الإدارية عند أيمن يونس من لنادي الزمالك. بنود وفي السيستم بتاع شبكة الكورة، يعني خبرات وكده يعني. هو اللي بعد كده، من الآخر كده نادي الزمالك مش هيبيع أو مش هيمشي إخوان بتزيرة ولا لعيب، ولا حتى يمشي ولا هيبيع لعيب أجنبي. بس لو نادي الزمالك فتح القيد، لا يكون فيها تفكير تاني عشان تكون عايز تجيب لعيبة تقال. ممكن تمشي كوبانزا، انت بقولك الأقرب لغاية دلوقتي مشي كوبانزا، لو العرض كويس هيمشي. شيكو بنزل يكون عرض كويس هيمشي. ده الوحيد اللي هيمشي لغاية دلوقتي، هو مين؟ هو شيكو بنزل. الخبر الجديد مفاجأة، عشان نكمل في الفيديو دوس على اللايك والاشتراك، فعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد. ولو نكمل في الحلقة صلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبر المفاجأة، ما يتفاجئش ان معتمد جمال بيمضي في بيراميدز. ايه معتمد جمال؟ ايوه. من كام اسبوع بالظبط، مع ادارة نادي بيراميدز للكورة كلمت معتمد جمال، قالت له هل في رغبة ضرب بيراميدز؟ قال له ما فيش اي مشاكل ضرب بيراميدز، بس اشوف رد الزمالك يكون عامل ازاي. وحصل اتفاق شبهي ما بين نادي بيراميدز وإدارة معتمد جمال. يعني معتمد جمال لو راح ضرب بيراميدز اقسم بالله ليه فريق جامد. وقابل لك في علي ماهر على الخط، وفي معتمد جمال في مدرب اجنبي. أوه. محمد ابراهيم وايشو محمد صفوت اما تلات لعيبه يعتبر ناشئين داخل نادي الزمالك حاليا. في وكلاء عايزين يودوهم اوروبا. زي مين؟ في وكلاء كتير جدا، وكالات بقى انديه، وكالات لعيبه وتسويق لعيبه وشركات عايزين يروحوا اوروبا، يحترفوا اوروبا، ياخدوا فتره معيشه. كنت عامل كل ده تحت نادي الزمالك يستفاد. بس في بعض الوكلاء مش عايز نادي الزمالك يستفاد، يروحوا ببلاش. طبعا لسه فيش عقد يربط مع نادي الزمالك رسمي في موظف اتحاد الكوره. بس ان شاء الله نادي الزمالك قبل لما يتباعوا او يجي لهم عرض يكون عملوا معاد موظف اتحاد الكوره. الخبر اللي بعد كده، قبل ما نبدا الخبر الجديد دوس على اللايك واشترك لو انت جديد معانا. دوس على جرس التنبيهات عشان تشوف كل جديد.
جون ادوارد بيقصف مفاوضات مع المدير الفني، لا مدربين مش مدير فني، ده كان مدربين. هقول لك جنسيتهم في الاخر، كمل معايا الاخر عشان لك جنسيته. في واحد مفاجئ لنادي الزمالك، بيكسب معاهم ليه؟ عشان نادي الزمالك حرفيا هو قال له، جون ادوارد قال له سيبنا 10 ايام، عدي يومين، فاضل 8 ايام ان شاء الله، يعني قول كده فاضل 8 ايام نادي الزمالك خلص مع مدير فني الاجنبي مده، فاضل له 8 ايام وان شاء الله يكون مخلص مع مدير فني الاجنبي. مع تامر جمال كمان 4 ايام بالظبط تعرف هيكون مع نادي الزمالك ومش مع نادي الزمالك. لو مفيش يعني مدرب مخلص يعني شفهي رسمي، اعرف ان معتمد جمال هيكمل مع نادي الزمالك. يمكن مدرب مصري تاني ما اعرفش، ربنا اللي عليه. عرض حسام عبد المجيد من الدوري البرتغالي، البرتغالي يعني الدوري البرتغالي ده المهم يعني. العرض دوت يضمن اللي هو يتباع بمليون ونص يورو. قول يا عم بالميت 2 مليون يورو، 2 مليون يورو. اه بقى 5 شهور يمكن اقل في عقده، هبقى ب2 مليون يورو، ده كويس جدا. 2 مليون يورو ده كويس جدا، ما يقارب ال 110 مليون جنيه. النادي البرتغالي دوت لو كسب الكأس البرتغالي، نادي الزمالك ياخد 150 ألف دولار. لو كسب، لو صعد دوري أبطال أوروبا برضه نادي الزمالك ياخد 150 ألف دولار. طب لو صعد من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، نادي الزمالك برضه ياخد 150 ألف دولار. يعني بص حلو، لا في كمان تفاصيل. بيقول لك لو اتباع راح اوروبا هيفيه بنسبه 25% من عرض الانتقال، المبلغ المالي نادي الزمالك هيتحول نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك هيوصل له 25% من المبلغ المالي اللي هو هيتباع بيه او يتوصل بيه في اوروبا. بيقول لك كمان الدوري البلجيكي هيتسوق لاوروبا، الدوري البلجيكي هيسوقه له في اوروبا. امام عاشور جاله عرضين من سيلتيك الاسكتلندي وبرايتون انجليزي، بالنسبه له يروح برايتون، وفي اهتمام كبير جدا في يعني في تفاوض بجديه من برايتون، اداره الكوره في برايتون في تفاوض اكتر، في جديه اكتر وتفاوض بجديه من نادي سيلتيك الاسكتلندي. ربنا يوفقهم طبعا. لو راح حاجه من الاثنين هو راح نادي كبار سيلتيك وبرايتون. ولو ليفربول سيفويل فشلت الجزائي، وديت نقف عندها دي. قبل ما نقول هيت فشل الجزائي مين، دوس على اللايك واشترك ولسه جديد معانا، واعمل جرس تنبيهات عشان يجيلك جلد جديد، كل جديد. طب مين بقى مين ليفربول هيدفع شرط الجزائي بتاع مين؟ بتاع هيثم حسن. مين؟ ايوه السكاونتنج اللي في ليفربول شاوروا على هيثم حسن، شاوروا عليه واتعرض كمان على ليفربول. النادي ريال اوفيدو بيقول لك مش هبيعه اقل من 12 مليون يورو. انت لو عرضت لهم بس 25 مليون يورو هم بس مرضين جدا. فده لا بالنسبه لنا هو امهر من محمد صلاح، مش احسن من محمد صلاح، هو امهر من محمد صلاح. مصطفى شوبير جاله عرض من جيرونا، جيرونا. وكمان جاله عرض من استون فيلا، بيقول لك جاله عرض من استون فيلا وجيرونا. لا عروض جامده، عروض قويه وجامده، لا يحترفوا. وفي كمان عرض جاي من جاي لمصطفى عبد الرؤوف زيكو، مهاجم منتخب مصر لكأس العالم، من هال سيتي. اسمه هال سيتي والله اسمه كده، صاعد جديد. جاي من عرض برضه من بيرلي الانجليزي، صاعد جديد برضه الدوري الممتاز. وجاي برضه من تورينو، ومعشر برضه جاي من تورينو الايطالي. الاسم ايه الاسامي الجنسيات اللي يعني الاسامي الجنسيات اللي مرشحه دور نادي الزمالك؟ عندك الاسم الاول الماني، الاسم الاول يعني المرشحين اكتر، الاسم الاول الماني، الاسم الثاني روماني، الثالث يعني النسبة عالية جدا والنسبة سويسرية، مدرب سويسري. بس بقول لك حاجة مين أكتر الألماني، الألماني بيكون شخصيته قوية، مدرب بيكون تكتيكيا قوي جدا، زي مثلا يورجن كلوب. يورجن كلوب ألماني. ماركو روزا دقيق جدا في تكتيك، مبيسيبش أي حاجة تفوت، تفوت جدا. أنا بالنسبة لي الترجيح مدرب ألماني بالنسبة لنا. قول رأيك في التعليقات. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو عجبتني لو انا عجبتك يعني في القناة مش حاجة غلط والله. ولو عجبتك اعمل اشتراك، دوس جرس التنبيهات،
خد كده لفه في القناه واعمل لايكات عليها، دوس الاشتراك لو عجبك الفيديو، دوس لايك برضه، واعمل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وانسخ الرابط عشان الفيديو 12، وانشر الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه بالليل ناريه مع اخوكم سيف النسر. ما تفوتهاش، سلام.